أهلا بيكم في فيديو جديد من تجارب حياة. معاكم نرمين عامر، وهنا بنشارك بعض خبرات وتجارب واقعية بكل صدق علشان نتعلم من بعض ونهون على بعض مشوار الحياة. ما في مرة إلا وأقول هي الفلوس راحت فين؟ طب ما انت عارفة انت صرفتي في ايه وما صرفتيش في ايه؟ لا، في حاجات مستخبية كده بتتصرف فيها الفلوس من غير ما نحس ومن غير ما نعرف. في حاجات كده مش في الايه، مش في الاجندة، في حاجات مش في الحسبان بنشتريها وبتضيع فلوسنا، لان بتبقى حاجات لحظية وبعد كده ما بنحسش هي يعني على المدى الطويل او بعد شوية انها urgent او مهمة، بس بنسيبها بقى ونرميها وجبناها وخلاص كده. اول حاجة بالنسبة لي هي ادوات المطبخ. اقعد بقى انا عندي طقم ستانلس، لا انا عايزة طقم تاني، لا انا عايزة مش عارفة السباتولا اللي عاملة ازاي، لا مش عارفة ده طقم التوزيع ده عجبني قوي، لا الطبق ده تحفة ده شكله حلو، واقعد اجيب 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 واكوم، في حين ان انا عندي اللي يؤدي الغرض واللي يخليني اعيش في حالة مادية كويسة وما يخلينيش استلف او اتدين او فلوس تضيع او ابقى مفلسة او اي حاجة من دي اول حاجة اوعي لها جدا، وخصوصا حبايبي اللي بيسمعوني اللي زي كده. طب بعد كده ايه تاني؟ ايه الحاجة التانية اللي هي بتضيع فلوسنا واحنا مش بنحس؟ ان انا اصرف عشان المظاهر، اصرف عشان بس يتقال الله شكلها جميل، الله وماله. طب ما يتقال عليكي كده بس مش وانتي مفلسه، يعني ما يبانش غنيه من بره وحسس الناس بان انا بقى ايه ريتش وحاجه كده فخمه كده، في حين ان انا ما حلتيش حاجه، بس كل حاجه ان انا بشبه حاجه جوايا ان الناس تقول الله دي غنيه او ريتش. لا يا جماعه، انتي البسي بالمتاح، اظهاري بالمتاح، وفي نفس الوقت مش لازم ان انتي تصرفي صرف كبير جدا وانت مش معاكي. فاهميني؟ دي اول حاجه. فما تصرفيش على المظاهر اللي تخليكي من بره كده واو ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت انتي اصلا معدمه او مش معاكي. كل ده عشان بس ايه؟ اوصل لان الناس تقول ايه. لا، سواء بقى في شقتي، سواء في عربيتي، سواء في بيتي، سواء في نفسي، سواء في لبسي، سواء في نضارتي، سواء لا. النقطة اللي بعد كده وزي النقطة اللي فاتت بالظبط، ان انا ملبسش غير براند. البراند اللي مكتوب عليه اسم البراند. طب ما يا حبيبتي التيشيرت ده نفس التيشيرت، بس ده عليه طبعة اسم البراند وخليها بقى ايه، غالي قوي، والتانية مفيش اسم البراند. فمحدش هيجيبك كده من قفاكي ويبص ويشوف اه ده براند. مفيش، مش هيحصل. المهم ان انتي تباني مهندمة مرتبة، نظيفة، لبسك مكوي، لبسك شكله حلو، بس شنطة نظيفة وحلوة وبتأدي الغرض وشكلها حلو. مش لازم يعني الشنطة ممكن أجيبها ب100 جنيه وممكن أجيبها ب500 ألف 200 ألف جنيه. صح ولا غلط؟ صح. فأهم حاجة مش البراند، أهم حاجة القيمة اللي انت بتديها لللبس او لاي حاجة انت شايلاها. المهم قيمتك انت، وتكون الحاجة مظهرها كويس، وفي نفس الوقت بوفر فلوس بدل ما ابقى معدمة واضيع فلوسي في حاجات ملهاش اي لازمة. الحاجة اللي بعد كده وهي ان انا كل شوية اغير موبايل، كل شوية اغير موبايل، سواء انا او ولادي. طبعا الشركات بتستغل الموضوع ده، كل سنة ما بنلحقش نسدد الموبايل القديم او الاولاني نلاقيها نزلت تحديثات على الموبايل التاني او على الاصدار اللي بعد كده، علشان يجذبوا الشباب ويجذبوا المهووسين بقى بالموبايلات والحاجات دي او باي اجهزة الكترونية ان هم يجددوا على طول. غير ان كمان بقت الحاجات دي يا جماعة مستهلكة، يعني ما عادتش بتقعد زي زمان. تجيبي خلاط تلاقيه باظ تاني يوم او بعد كام شهر، تجيبي شاشة تلاقيها مش عارفة اتحرقت، تجيبي ما بتقعدش، ما عادتش سلع معمرة. التلاجة ما عادتش بتقعد معايا
الفترة المعمرة اللي هي كان متعارف عليها زمان ان دي اسمها سلعة معمرة. التلاجة، البوتاجاز، الغسالة، ما عادش، كله بيبوظ بسرعة عشان اجيب غيره وهكذا. فكفاية علينا ان الحاجة اللي تبوظ ونحاول نصلحها، ما تتصلحش نجيبها، لكن ما نقعدش نجدد عمال على بطال بدون سبب حقيقي للتجديد. ده برضو ما ينفعش. لازم انا اكون حاطه لنفسي كده اجنده للشراء ومنظمه اموري عليها. وحتى سيدنا عمر بن الخطاب قال: او كلما اشتهينا اشترينا. يعني مش كل حاجه تحبيها بتشتريها. ما هو ده برضو بيضيع الفلوس من غير ما نحس. عندك موبايل، سيبيه، ايه، هاتيله مثلا اسكرينه، هاتيله شاشه حلوه، هاتي مش عارفه ايه، جددي فيه لو هو بقاله فتره. انما ما تروحيش تغيري وتدفعي الافات كان ممكن تستفيدي بيها، تستثمريها، كان ممكن ان انت تستغليها في حاجات تانية كتيرة جدا. ايه تاني بقى يا حبايب قلبي؟ النقطة اللي جاية دي بقى وانا عندي الولاد بيعملوها كتير جدا جدا، هي ان هما يبدأوا يشتركوا في الجيم. ماما، في اشتراك جيم، في عرض، العرض ده 3 شهور او 4 شهور وهيوفر لي كذا، ويحسبوا لي بقى بالورقة والقلم ويدخلوا لي بقى من مدخل التوفير، لان هم عيال ايه، فت ونصحى شوية يعني. طيب، ما شاء الله عليك وربنا يبارك. طب ما انتوا يلا انا موافقة، اتفضل، ادى المبلغ اهو وروح اشترك ال3 شهور. طبعا من تجربتي بقى مع ابني الكبير واللي وراه، بقوا ياخدوا الفلوس ويشتركوا، يروحوا هوب متحمسين يوم 2 اسبوع، وبعد كده الفلوس مدفوعة للجيم وما بنروحش الجيم. يبقى ده منطق؟ يبقى انا الفلوس كانت فضلت معايا احسن، يبقى انا اروح بالحصة احسن مع الاشكال دي، يبقى انا اروح اخدها شهر بشهر احسن. صح ولا غلط؟ او انا اروح ادفع اشتراك جيم 3 شهور او 4 شهور وانا مش هروح الا اسبوع او شهر وهكسل. فدي برضو من الحاجات اللي بتضيع فلوسنا. السفر بقى وما أدراك ما السفر، والأجازات والمصايف والحاجات دي. الحاجات دي يا جماعة كنا بنعملها زمان يعتبر من غير فلوس، كنا بنعملها كده من الهوا، من الهوا الطاير زي ما بيقولوا. ما عادش. أنا دلوقتي عشان أصيف كأني مسافرة عمرة زمان. أنا دلوقتي عشان أروح أقعد يومين في مصيف على قد حاله، انا كاني بالظبط انا رايحه اصرف في سفر طويل. فالدنيا غلت جدا. زمان مثلا العمره كانت بتتكلف مش من كتير، من مثلا من 10 15 سنه 1000 1000 ونص 2000 بالكتير، لا بأكلنا بشربنا بكل حاجه. لا دلوقتي بتتكلف كام؟ بال60 وال70 ألف. فالسفر ما عادش سهل. السفر له فوائده ومهم وكل حاجة، لكن ما عادش سهل يا جماعة، وعايز تفكير وعايز خطة، وعايز تكوني هتسافري من غير ما تكوني مضغوطة، ومن غير ما تكوني رايحة مديونة أصلا من قبل ما تسافري، وتسافري وتتمتعي وترجعي تقعدي تسددي في فيز وائتمان ومشتريات ومش عارفه ديون، وسالفه من اختي وسالفه من خالتي وسالفه من عمتي وسالفه من اخت جوزي يا جماعه بالراحه. الموضوع عايز تفكير. لو انت مش مضغوطه ماديا سافري، واختاري الاماكن القريبه الحنينه. والبديل برضو للناس اللي حتى مضغوطه ان هي تبقى عامله حسابها، عامله جمعيه، مسافره سفر قريب، مسافره سفر مهاود بسيط وهكذا. فاهميني طبعا. وستات البيوت قواريب وشاطرين في الموضوع ده جدا جدا. طيب يا حبايبي، ايه تاني بقى بيخلينا نضيع فلوسنا على الفاضي؟ ان انا اروح اكل في مطعم. احنا زمان فعلا حرفيا كان لنا مرتين في الشهر بنروح ناخد الولاد ونروح نقعد في مطعم وناكل فيه وبتاع وكده. كانت الفلوس بتاعت الموضوع ده ما بتعورناش، مش جامده، مش قويه، مش حاجه يعني فلوس كتير. لكن دلوقتي الدنيا صعبه، ما تقدريش حتى مره في الشهر تروحي تاخدي عيله وتروحوا تاكلوا في مطعم. هيبقى مكلف، هتضيعي ميزانيه الشهر كله حرفيا. فكل ايام بتدي حكمها. فعن تجربه احنا زمان كنا بنعمل كده. دلوقتي
ممكن تعمليها ايه، ان مرة في الشهر نجيب مثلا حاجة بسيطة كده. انت حتى لو دخلتي مطعم كشري بعيلتك دلوقتي هيبقى مبلغ، لو فكرتي تاخديهم كده وتروحوا تقضي يوم هناك. فمعلش بقى، هنيجي على نفسنا ونوفر فلوسنا شوية ونعمل للعيال أكل مطاعم وجو مطاعم في البيت. النقطة اللي بعد كده هي برضو مرتبطة بالنقطة اللي قبلها على طول، الأكل التيكاوي. أكل التيكاوي أساسا معمول في الأساس ومن الأساس علشان يوفر على الناس وقت وفلوس. هل هو دلوقتي بيوفر وقت وفلوس؟ نو، absolutely. امال ايه اللي بيحصل؟ ان انا دلوقتي عشان اشتري ساندوتش واحد بيكلفني مبلغ كبير. فما عادش دلوقتي زي زمان ان التيك اواي بيحل ازمه او بيحل مشكله، الا بقى في الاضطرار القوي والظروف الصعبه. وبعدين بجيبها بقى ايه، ان في اكلات بيتي، في ناس بتعمل اكل بيتي، مش عارفه ايه الكلام الحلو ده. بوفر على قد ما اقدر، على قد ما اقدر. ودايما حط للطوارئ عندك في البيت صندوق كده، بوكس في الفريزر فيه اكلات جاهزه على التسويه او التسخين للطوارئ، عشان ما تضطريش للمجازفه، انا بقولها مجازفه، انك تجيبي اكل تيكاوي. معايا في الكلام ده ولا لا؟ اللي معايا في الكلام ده ووصل لغايه هنا يقول لي في الكومنتات. الحاجه الاخيره، ان انا لو حابه اشتري مثلا عربيه، ودي يعني انا عارفه ان مش كلنا بنبقى مقدمين عليها، بس لو حابه نصيحه مني، هاتي حاجه اسمها كسر الزيرو، بلاش الزيرو. الحاجه اللي هي بيقولوا عليها استعمال طبيب، كسر زيرو، اللي هي يدوب جت وطلعت من المعرض بتاعها، عملت شويه كيلوات كده وصاحبها اضطر ان هو يبيعها. دي اللقط بقى اللي تاخديها، لان العربيه اول ما بتطلع من المعارض فعلا لو جبتيها زيرو بتخسر من ثمنها مش اقل من 20%، من 10 ل 20%. فالخساره دي احنا اولى بيها، وبلاش نضيع فلوسنا فيها. يا رب ربنا يقدرني كده واكون بديكوا التجربه اللي بتخلي الواحد اوفاء انه يستغل فلوسه صح، وانه يمشي على طريق التوفير الصح، وانه يستثمر فلوسه صح في الزمن الصعب ده. ولو الفيديوهات بتعجبكم وحابين قناه تجارب حياه وحابين قناه نرمين عامر، يا ريت لايك، يا ريت اشتراك في القناه، يا ريت تعليق حلو كده جميل منكم يقول لي احنا بنستفيد ولا لا، عشان استمر في طريقي على القناه. بحبكم جدا ومع السلامه.